السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم خالد الشطبي من موقع ربحني شكرا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأقدم لكم شركة الداشس كلوب، خلاصة لكل تدوينات العمل عبر الإنترنت، كيفية الربح من الشركة، وأيضا تعريف الشركة، وكل يعني المعلومات حول الشركة، وأيضا طرق الربح سأعرفك عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل ما أبدأ الشرح أطلب من كل متابع للفيديو أن يركز معي في هذا الفيديو، لأن هذه الدقائق القليلة قد تغير مجرى حياتك بالكامل. إذن على بركة الله أبدأ الشرح الخاص بالشركة. وأول شيء أقدم لكم الشركة وأعرفكم على تاريخها. تأسست شركة الداشس كلوب عام 1997 من طرف السيد ريشارد كليكبرغ في ولاية أنقرة بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية فلوريدا. سيد ريشارد كليكبرغ هو رجل أعمال أمريكي ولديه معارف واسعة في ميدان العمل من المنزل والتسويق الإلكتروني. أسست شركة داشس كلوب النادي الشراءات العالمي كليب شوب ريوردز، هو البوابة العالمية حيث تتواجد قائمة التجار والشركات المتعاقدة مع النادي. أيضا شركة داشس كلوب أسست بطاقة الوفاء العالمية كليب شوب ريوردز. هذه البطاقة تتميز بكونها بطاقة عالمية، وتخول لحامليها استعمالها لدى جميع التجار والمحلات التجارية والمشتركة مع النادي، وأيضا مواقع شبكة الإنترنت للحصول على تخفيضات على كل مشترياتهم. يعني أي شخص يتسجل مع شركة داشس كلوب لديه الحق شراء بأقل ثمن. يعني أي موقع، أي محل تجاري أيضا الموجود على الأسواق يمكن لك التبضع منها بتخفيضات لأنك عضو شركة داشس كلوب. دخلت شركة داشس كلوب للعالم العربي عن طريق الدولة الشقيقة تونس في يناير 2010 بفضل السيدة توريا السيري، اللي أسست ثاني فرع في العالم لشركة داشس كلوب. يعني ثاني فرع في العالم موجود بالدولة الشقيقة تونس. أزيد من 5 مليون عضو تونسي منخرطين في النادي، وما يزيد على 35 ألف تونسي تعمل كممثلين تجاريين للشركة. الهدف الرئيسي لشركة الداشس كلوب هو جعل النادي العالمي كلوب شوب ريوردز هو نادي العالم، النادي رقم 1 عالميا. ولبلوغ هذا الهدف تحتاج شركة الداشس كلوب لأشخاص يمثلوها في جميع أنحاء العالم ويقدموا منظومتها للناس ويشرحوها. أيضا تنمية قائمة التجار والشركات المتعاقدة مع النادي. مهام الشركة هو أولا مساعدة كل الناس، يعني كل شخص بالتبادل بأقل ثمن. ثاني شيء مساعدة التجار والشركات والمحلات التجارية ومواقع التجارية على شبكة الإنترنت بعرض أنفسهم وتعريف بأنفسهم. يعني الشركة تعمل لهم إشهار على المستوى العالمي في 164 دولة جراتويتمون، يعني بالمجان. أيضا مساعدة الجمعيات للتحصيل على مداخيل تنموية. أيضا الجمعيات تستفد من الشركة بتسجيلها المجاني مع الشركة، تستفد من مداخيل شهرية تمول بها المشاريع التنموية متاعها. أيضا شركة داشس كلوب تفتح فرصة عمل لأي شخص، وهذه النقطة اللي نركز إن شاء الله عليها في الشرح. عمل شركة الداشس كلوب هو عمل حلال عن طريق الفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية التونسية، اللي يقول فيها بأن العمل مع شركة الداشس كلوب هو عمل حلال، ويمكن لأي مسلم أنه يعمل مع الشركة. الشركة لا تعمل بالتسويق الشبكي، وكنا نعرف التسويق الشبكي أن أي شركة تعمل بهذا النظام تحتم عليك أن تبيع منتوجات. وإحنا في شركة الداشس كلوب ليس لديها أي منتوجات، هي فقط شركة خدمات لا غير. أيضا شركة الداشس كلوب لا تعمل بالتسويق الهرمي واللي هو غير حلال وأيضا غير قانوني في مجموعة من بلدان العالم. شركة الداشس كلوب تعمل بنظام التسويق الإلكتروني وهو الماركتينغ دو ريفيرونسمون. حصل على العلامة الكاملة A+ من المنظمة العالمية بيتر بيزنس بيرو. وA+ هي العلامة أكبر درجة يعني توصل لها الشركات حسب جودة الخدمات ويعني وأحسن الخدمات اللي تقدم الشركة. وشركة الداشس كلوب حاصلة على الرتبة الأولى يعني A+.
أيضا شركة داشس كلوب أزيد من 15 سنة في الخبرة في المجال، يعني ليست شركة جديدة أو شركة في إطار التجريب، أو يعني شركة متمرسة في الميدان، وشركة لها تجربة كبيرة وأكثر من 15 سنة. أنواع التسجيل في الجمعية، في الشركة، وهي أولا ممبر أشاتور، يعني إنسان فقط يريد التسجيل مع الشركة للتبادل بأقل ثمن. أيضا نوع التسجيل الثاني وهو أفيليات، يعني إنسان لديه الحق أيضا بالتبادل بأقل ثمن، ولكن يريد الربح عن الأعضاء الذي سيسجلهم عن طريق رابطه الخاص، وهم أيضا سيستفيدون من تخفيضات. نوع التسجيل الثالث وهو بارتنر. بارتنر يعني شريك تجاري مع شركة داشس كلوب، واليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعمق إن شاء الله في البارتنر. دور الشريك أو البارتنر، يعني إنسان حابب يخدم مع شركة داشس كلوب. أولا مساعدة شركة الداشس على نشر منظومتها عبر العالم. كيف ذلك؟ بتسجيل الأعضاء الجدد، أيضا تسجيل وتبين لهم كيفية استعمال بطاقة الوفاء، وأيضا كيفية الولوج لقائمة التجار والشركات المتعاقدة مع النادي التي سيشتري بها بتخفيض. أيضا تسجيل الشركات والمحلات التجارية والمواقع التجارية على شبكة الإنترنت، وتبين لهم كيفية الاستفادة من جميع أنواع الانخراط المدفوعة والمجانية، وأيضا تشرح لهم كل الامتيازات المتوفرة في كل نوع من الانخراط. أيضا تسجيل الجمعيات، وتبين لهم كيفية الحصول على مداخيل شهرية من خلال بيع بطاقات الوفاء وتسجيل الأعضاء الجدد. أيضا توزيع بطاقات الوفاء. أيضا من بين أدوار الشريك هو تسجيل شركاء جدد، وهذه نقطة مهمة في عمل الشريك. أيضا تأطيرهم ومساعدتهم على تحصيل مداخيل شهرية بصفتهم ممثلين تجاريين للعمل مع شركة داشس كلوب. كل هذه الخطوات ستقوم بها انطلاقا من التدريب، التي ستستفيد من التدريب عن طريق تسجيلك. يعني عندما تقوم بتسجيل في شركة داشس كلوب ستستفيد من محاضرات ومن كورسات مجانية مباشرة على شبكة الإنترنت، لكي يعني تتعلم كيف تقوم بهذه المراحل. وبالنسبة لطريقة الدفع من شركة داشس كلوب تعتمد على شرطين. الشرط الأول وهو البي ار بي، يعني الأشخاص أو الشركاء الذي تجلبهم أنت شخصيا، وأيضا الجي ار بي، يعني الأشخاص الذي جلبتهم أنت شخصيا زائد الأشخاص الذي الأشخاص الذي جلبتهم أنت شخصيا بتسجيلهم، يعني أعضاء المجموعة ككل، مجموعتك ككل. هذا السلم الأجور الخاص بالشركاء. وهنا نعطيك نبذة عن طريقة أداء الشركة وكيف تدفع الشركة للشركاء معها أو ممثليها. مثلا كما ترى هنا أنك قمت بجلب 15 شريك معك، يعني 15 شخص تسجلوا من رابطك الخاص وأصبحوا شركاء تجاريين في مجموعتك. لديك 3000 نقطة، 3500 نقطة، وأيضا لديك راتب شهري أقله $500 وأعلاه $3000، يعني الحد أقل ما يمكن لك الحصول عليه عندما تقوم بتسجيل 15 شخص هو $500 شهريا. يعني لما تسجل 15 شخص معك في مجموعتك لديك راتب شهري لا يقل عن $500. وأيضا مثلا إذا لم تقم بتسجيل أعضاء جدد، يعني قمت بتسجيل 15 شريك وتوقفت، يعني توقفت لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر فقط في 15، ستبقى الشركة تدفع لك $500 كل شهر على 15 الأشخاص الأولين، في حين أن يمكن أن تسجل فقط 15 شخص وتحصل على $1000 شهريا. يعني أنا قلت لك بأن $500 هي كحد أدنى، بالرغم أن يمكنك الحصول على أعلى من $500. 15 شريك تعتبر لديك رتبة مدير تنفيذي، دايركتور إكزيكتيف. في هذه الرتبة لديها عدة امتيازات، ومن بين الامتيازات التي ستحصل عليها إذا وصلت إلى هذه الرتبة هي إمكانية فتح مكتب لك أو فرع لشركة داشس كلوب في دولتك. يعني عندما تصل 15 شخص
في مجموعتك، لديك الحق أن تطالب شركة الداش سكريب بأن تفتح لك مكتب خاص بك في بلدك، وأن تسيره شخصيا مع مجموعتك. يعني امتياز لن تجده في باقي الشركات، وحصريا عند هذه الشركة، وحصريا على موقع ربحني شكرا. بالنسبة لدرجة مدير تنفيذي، ليست هي أعلى درجة، بل هناك درجة أخرى. مثلا وصلت 20 شريك معك، تصبح لديك مدير تنفيذي زائد نجمة، زائد نجمتين في 22 شريك. وكما ترى كلما يرتفع عدد الشركاء تصبح المداخيل أكبر، يعني والمجهود أقل. يعني مثلا وصلت 20 شخص، فقط بزيادتك لشخصين شريكين معك تصبح لديك يعني رتبة مدير تنفيذي زائد نجمتين، ويصبح راتبك الشهري متضاعف، يعني يتضاعف. انظر هنا، من 500 دولار تصبح لديك 1000 دولار. هذا كحد أقصى. يعني ممكن أن تكون لديك 22 شريك معك في مجموعتك، ولديك 2000 دولار أو 3000 دولار. نعم، باستطاعتك الوصول إلى إلى هذه الرتبة. يعني كأقصى تقدير، إذا أهملت الشركة ولم تعمل جيدا، كأقصى تقدير في مدة 6 أشهر إلى سنة ستصل إلى هذه الرتبة. وشوف كيف ستتغير حياتك من الآن إلى 6 أشهر. وركز معي، اليوم الشركة من أكبر الشركات العالمية، وكل المبالغ اللي أقولها لك اليوم هي مبالغ حصرية في الشركة، ومبالغ حقيقية. هنا كما ترى عند وصولك ل30 شريك معك تتوقف الشركة تقول لك توقف عن تسجيل الأشخاص في مجموعتك شخصيا، وأي شخص يريد أن يصبح شريك في مجموعتك قم بتسجيله مع أحد أعضاء مجموعتك، لكي تساعد أعضاء مجموعتك أيضا لكي يصلوا إلى تلك الرتبة. يعني شيء جميل جدا مع هذه الشركة. وانظر عزيزي الكريم، أن عند مثلا وصولك إلى رتبة مدير تنفيذي زائد 6 نجمات، انظر إلى المبالغ المالية. إن شاء الله مبالغ مالية مهمة جدا، وقد تغير حياتك من الأحسن إلى الأفضل. الآن نصل إلى كيف تصبح شريك مع النادي. لكي تصبح ممثل لشركة داش سكريب، يعني ممثل تجاري للشركة وفي بلدك، يجب أن تتوفر على مركز الأعمال الخاص بالشركاء، وإحنا نسميه BGPS Global Partner System، وهو مركز أعمال الشركاء به كل وسائل التي تمكنك من النجاح وتساعدك في إنجاح عملك مع الشركة. به أيضا كل الوسائل التي تضمن لك التوصل بمدخولك الشهري، وأيضا عقود الشراكة التي ستعقدها مع الشركات والجمعيات، وأيضا المحلات التجارية، وأيضا المواقع على شبكة الإنترنت. أيضا به وسائل يعني التكوينات، ويعني محاضرات الويبينار المجانية التي ستستفيد منها. أيضا الأرشيف الخاص بالشركاء المجانيين المسجلين معك. وأيضا به يعني مجموعة من الوسائل، هو عبارة عن مكتب تفتحه لك الشركة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كل هذه الوسائل بثمن رمزي عند الشركة، وهو ما يسمى عند الشركاء بمركز الأعمال الشريك الGPS، وثمنه مثلا في المغرب 415 دولار، عفوا 415 درهم، يعني 49 دولار أمريكي. يفتح هذا المركز الأعمال في الحين عند دفعك لمستحقات الGPS. أيضا لديك 30 يوم من التجريب، يعني عند أخذك لهذا مركز الأعمال الشريك لديك 30 يوم تجرب فيها هذا المركز. إذا لم يعجبك العمل مع الشركة، أو لم يعجبك التعامل، أو لم يعجبك أي شيء مع الشركة، تقوم بإنهاء العمل، والشركة سترجع لك مالك قبل 30 يوم. يعني قبل أن تتجاوز مدة 30 يوم مع الشركة، بإمكانك أن ترجع مالك الخاص، يعني تقوم بعمل
أنيولي يعني إنهاء العمل، وستقوم الشركة بإرجاع المال الخاص بك، لأن الشركة يعني تريد أشخاص يريدون العمل بجد، أشخاص جديين. يعني كما قلت لك 30 يوم للتجريب مركز أعمال الشركة. أتمنى إن شاء الله أن يكون قد أفدتك في كل المسائل التي قدمتها لك. أي سؤال، أي اقتراح لديك، أي إشكال لديك، ضعه في التعليق وإن شاء الله إحنا مستعدين نجاوبك عليه. وأيضا في تعليق على تدوينات في موقع ربحني. شكرا على انتباهك، وإن شاء الله أتمنى أن يكون أفدتك، وأنا جاهز إن شاء الله لمساعدة أي شخص يريد العمل مع النادي، وإن شاء الله بجميع إن شاء الله أنواع المساعدة سأقدم لك أي مساعدة تريدها، وأنا إن شاء الله موجود، ودائما إن شاء الله مستعد للإجابة عن جميع أسئلتكم. وهذه أرقام الهاتف الخاصة بي، وأيضا وسائل الاتصال الخاصة بي. شكرا وإلى اللقاء.